السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا اميمه، ودي قناتي اسرار الاكل وتكاته. والنهارده هنعمل مع بعض كيكه البيضه الواحده. ايوه يا جماعه، محدش يستغرب انها بيضه واحده. طبعا زي ما انتم شايفين الشكل واللون والهشاشان والارتفاع، والكيكه تتحدث عن نفسها. جميله جدا وطريقه سهله جدا وبسيطه، ومكونات ان شاء الله موجوده عندنا في كل بيت. هنوصل للشكل ده. بس اول ما تشوفوا الفيديو كده، لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. يلا مع بعض نشوف المقادير والطريقة. اول حاجة كده انا قلت كيكة البيضة الواحدة، هنجيب معانا بيضة وهنحطها في بولة كده. طبعا بيض يعني فانيليان. هنحط بعد كده 2 باكت فانيليان صغير، او معلقة صغيرة فانيليان سايلة. هنحط نص كوباية سكر حبيبات عادي خالص، وهنقلب المكونات دي كده مع بعضها لحد ما السكر يدوب خالص ويختفي اللون، واللون يبقى ابيض كريمي زي ما هتشوفوه دلوقتي معانا كده. زي ما انتم شايفين كده الشكل، السكر والبيض اختفى خالص. هننزل بعد كده برشة صغيرة ملح، كوباية الا ربع زيت. طبعا يا جماعة نفس الكوباية اللي هنشتغل بيها هنشتغل بها في كل المقادير موحدة، مش هنغير الكوباية خالص. كوباية وربع زبادي. وهنخلط مع بعض المكونات دي كلها مع بعضها لحد برضه ما كل المكونات كلها تختلط وتتجانس مع بعض، واللون يفتح معانا زي ما انتم شايفين كده الشكل. كده الشكل معانا. بعد كده هنجيب نص كوباية حليب، هنحط فيها معلقة كبيرة بيكنج باودر ونقلب لحد ما البيكنج باودر يفور كده مع الحليب. زي ما انتم شايفين الشكل كده. هنفضيها بقى على باقي المكونات اللي كنا عاملينها دلوقتي، اللي هي الزبادي والسكر واللبن، السكر والزبادي والبيض والفانيليان والزيت، ونقلب كده لحد ما يختفي كل المكونات مع بعضها. بعد كده هنجيب بقى المكونات الجافة، اللي هي عبارة عن كوبايتين 2 دقيق. نفس معيار الكوباية يا جماعة اللي احنا معايرين بيها، هي كوباية ما غيرناهاش. كده اتنين كوباية دقيق، اللي هي كوباية المج العادي بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه الشاي، او اي حد بيستعمله في اي بيت. زي ما انتم شايفين كده هنقلب بقى المكونات دي كلها الدقيق بقى لحد ما الدقيق كمان يختفي معانا. كده يا جماعة الكيكة معانا خلصت. طبعا اثناء ما انا شغالة مع في المكونات كده وبعمل في الكيكة، انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. هنجيب بقى اي صينية عندنا بقى. انا جبت الصينية اللي انتوا شايفينها دي مقاس 24. حطيت كده فيها زيت وعفرتها بالدقيق، او ممكن تحط لها زبدة بدل الزيت، اي حاجة متوفرة عندكم هتشتغلوا عليها. انا حطيت هنا زيت وعفرتها كده بالدقيق ونزلت فيها بالخليط زي ما انتم شايفين الشكل كده. زي ما قلت لكم يا جماعه الفرن شغال معانا على درجه حراره 180. هندخلها بقى كده في الرف اللي في النص لمده من 35 ل 40 دقيقه، او لحسب ما تستوي معاكم يعني. طلعت بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفين كده، شكلها ما شاء الله جميله جدا وهشه جدا جدا وخفيفه قوي قوي، وطعمها منتهى اللذاذه. ان شاء الله تعجبكم. هنقلبها بقى كده على الشكل. ادي الشكل بتاعها يا جماعه، ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. كيكه فعلا جميله ومكوناتها سهله وبسيطه. ما فيش فيها اي تعقيدات او اي اختلاف او اي حاجه خالص ان احنا نقول مش هنعملها او نكسل عننا نعملها. سهله جدا يا جماعه ومتجربه فعلا، وحقيقه الكيكه دي جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده شكلها. نقطع حته كده مع بعض او قطعه. شايفين الجمال؟ طريه وهشه. وفضلت كمان بعديها بيومين 2 يا جماعه الكيكه فضلت زي ما هي طريه برضو وهشه وممتازه جدا جدا. طريقة سهلة جدا وبسيطة. أتمنى فعلا الفيديو يعجبكم والطريقة تعجبكم. لو عجبتكم الطريقة لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.